الحاجات دي بقى بيدخل فيها الحاجات اللي بتبقى في بطن الارض دي، الفراخ والحاجات المشويه اللي بيكون ليها طعم بقى تحفه، حاجات تانية مختلفه خالص، فحم بقى والحطب والكلام ده كله. بس طبعا احنا يعني الظهر حتى ما اذنش، فاحنا بدري جدا لسه. هو هنا جنب سانتوس السلطان، المشويات والاسماك. دي كده الشوايه صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جينا لكم فيديو جديد من قناتكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هناخد جولة تحفة باذن الله تعجبكم. واحد من اشيك وافخم المطاعم اللي لسه مفتوحة جديد عندنا في اسكندرية. وهم بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله، هتشوفوا كل حاجة قدامكم، هتشوفوا الفيو، كمان عندهم قعدات عربي، عندهم كيدز اريا، عندهم حاجات كتير. هنشوف كل حاجه باذن الله مع بعض، هنشوف كمان الاسعار والمنيو. يا ريت الاول ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه ونفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. واكتبوا لنا تحت في الكومنتس حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. الطواجن واللذي منه كله موجود ما شاء الله. مطعم وكافيه السلطان من المطاعم اللي بجد بجد ان شاء الله لازم تحبوها. هتقولي ليه بقى؟ لان هو مش بس مطعم وخلاص عادي، لا، في كمان الاكل اللي احنا بقى بنحبه جدا، واللي بيكون مشويات واسماك وكل حاجه انتوا حابينها. الحاجات كمان اللي بتدخل بقى في بطن الارض كده، اللي هما حاجات اللي تدخل الفراخ بقى بتتسوى كده في الطوب والفحم والحاجات دي كده، عاملين لها الاماكن دي هنشوفها كلها برضو مع بعض. مكانه فين بقى؟ مكانه بره على البحر على الكورنيش، عارفين، قبل بداية العصافرة وفي انتهاء المنظرة تقريبا. هو جنب سانتوس وقدام البنك الأفريقي بالظبط بالظبط. هو ما بين سانتوس وما بين كافيه أو شاطئ كروز اللي كنت صورتلكوا فيه قبل كده. وادي كمان الفيو على البحر، يعني انتوا تبقوا بتاكلوا كده وباصين على الفيو ده، حاجة تحفة ما شاء الله، منتهى الروقان. المكان ده بصراحة يا جماعة للناس الأكيلة اللي هم بقى ليهم في الأكل، يعني اللي هو أكل يعني مش اي حاجة كده على الخفيف ونمشي، لا. بالنسبة لأرقام التليفون 010-80-44-533 او 010-844-655. وادي كده المنيو زي ما احنا شايفين قدامنا، في صواني، صينية المزاج، صينية المزاجنجية، صينية السعادة، صينية الأكيلة، صينية الروقان، صينية ليالي زمان، صينية الصحاب، صينية السلطان. يعني ما شاء الله، يعني هتحتاروا وتختاروا مين ولا مين. وخليني اقول لكم ان الصواني دي بتبدأ معاكم من 900 جنيه، وبتكون طبعا فيها تشكيلة حاجات كده من اللي قلبنا يحبها كلنا: ربع كفتة، ربع مشوي، ربع شيش طاووق، طاجن بامية سادة، 2 شوربة، رز بسمتي، 4 قطع سمبوسك، ورق عنب، ممبار. دي صينية اسمها اللي هي صينية المزاج. في صينية السعادة 2 حمام مشوي، 2 سمان مشوي، نص فرخة فحم، وفي 2 شوربة لسان، و4 قطع سمبوسك، ورز بسمتي، وورق عنب وممبار. دي الصينية التانية واللي هي صينية السعادة. فالصواني عندنا بتبدأ من 900، واحنا طالعين بقى وكل واحد يختار حسب التشكيلة اللي جوه الصينية عاوزها ايه بالظبط. ده غير طبعا اي حاجة من الحاجات دي بيضاف عليها 14% ضريبة قيمة مضافة. اما بالنسبة لقسم الشرب بقى، فتختاروا الشوربة اللي انتوا عاوزينها، بتبدأ برضو معاكم من 50 جنيه. شوربة لسان عصفور، شوربة خضار، شوربة طماطم، شوربة عدس، شوربة حمام، شوربة كريمة، وشوربة كوارع. اما بالناس اللي بتحب الركن التركي، فعندهم موزة ضاني تركي، موزة بتلو تركي، طاجن عكاوي، ورق العنب، جوز حمام بالرز، جوز حمام بالفريك، نص بطاية، مبكبكة سادة، وفي مبكبكة بالشمبري، وفي مبكبكة بالضاني. حاسة الواحد جاع بصراحة. تقريبا الشعب المصري ما بياكلش الحاجات دي غير في رمضان وفي العيد كده تفاريحي وخلاص على كده وشكرا. كمان اللي حابب يقعد قاعدة كده في الأرض كده زي زمان، عشان في ناس بترتاح في القعدة دي، متعودين عليها وبيحبوها، وما فيش يعني أحلى من الطبيعة. المهم اللي عاوز كده برضو هيلاقي القعدة العربي عندهم برضو ما فيش أي مشكلة، ويقدر ان هو يقعد زي ما احنا شايفين كده. دي ليها حلاوتها ودي ليها حلاوتها، بس انا بفضل القعده العربي دي لو احنا هنكون في الصحراء كده او في الواحات او في حاجه، هيبقى ليها يعني احاسيس تانية مختلفه. لكن هنا افضل بصراحه الفيو اللي على البحر على طول. المهم هنا برضو الكيدز اريا، علشان لو جايبين معاكم الاطفال يلعبوا ويتلهوا في الالعاب مثلا لحد ما انتوا تخلصوا اكل، او لو
هم كلوا معاكم وعاوزين يلعبوا شويه بقى ويفرغوا الطاقه بتاعتهم، برضو نفس الكلام. والمكان مناسب للافراد والعائلات زي ما احنا شايفين، فيه ترابيزات صغيره وفيه ترابيزات اللي هي كبيره تقضي عيله واكتر من عيله ان شاء الله. عاوزة اقول لكم ان غير الصواني اللي احنا ذكرناها، في صواني تانية بقى باسعار تانية برضو، صينية المماليك، صينية محمد الفاتح، صينية عمر المختار، صينية الخزندار، صينية السلاطين. مش عارفة بصراحة ايه الاسامي دي، بس هي اسامي حلوة يعني. اما بالنسبة للاطباق الرئيسية فعندنا طبق ملوخية بالارانب، طبق فتة بالكوارع، سكالوب بانيه، بيكاتا لحم، بيكاتا فراخ، طبق السلطان، طبق بانيه، كبسة لحمة، كبسة فراخ، فاهيتا لحمة، فاهيتا فراخ، طبق رومي، ورق لحمة، موزة ضاني وموزة بتلو. اي حد جه معانا معلش يا جماعة عذرا ما كناش نقصد. اما بالنسبة للاطباق دي فهي بتبدأ معانا من 250 واحنا طالعين. عندنا كمان اطباق جانبية ومعجنات، حاجة زي الرز الابيض، الرز الابيض بالشعرية، ودول طبعا بيبدأوا من 50 و60. وفي بقى انواع تانية، نجريسكو، لازانيا، مكرونة الفريدو، مكرونة سباكيتي، مكرونة بشاميل، فتة سادة، رز بسمتي بالمكسرات، رز بسمتي سادة، رز ابيض بالكلاوي، رز خلطة مكسرات كده يعني، اللي انتوا عاوزينه باذن الله تلاقوه. كمان في محاشي بقى، ورق عنب، كوسة، فلفل، بتنجان، كرنب، طماطم، ممبار، حاجات بتبدأ معاكم من 100 وانتوا طالعين. بالنسبة للمقبلات في خضار سوتيه، بطاطس محمرة، في السلام عليكم. بس كنت عاوزة أعرف إيه العصاير اللي بتقدموها هنا في المكان؟ العصير عندنا في مثلا العصير الطبيعية العادية، في عندي الموهيتو، ممكن شيكات، سموزي، الناس بالموهيتو مثلا ممكن شيك أبيض. وفي عندنا هنا مشروب ميكس السلطان أو كتير السلطان، بيطلع بطريقة معينة، مثلا هنا بيبقى كذا ميكس من كذا نوع عصير على بعض. فده موازين بينا في المكان. ما شاء الله. طيب ده عامل كام بقى؟ الأسعار للأسف على حسب مثلا طريقة الكوفر كله مثلا على الكاشير. بس هو سعر اقتصادي شويه بالنسبه لاي كافيه تاني على البحر. في مثلا خصومات مثلا كل اسبوع، خصومات كل اسبوع، خصومات 10 15%. من 10 15% خصومات كل اسبوع. لكن ميكس السلطان يعني عموما مثلا في رينج كام؟ 90 مثلا، من 90 ل 100 حسب الضريبه. شكرا. طبعا مش هلحق اقول كل حاجه في المنيو، بس في ركن خاص بالطيور، وفي ركن خاص بالمشويات، وفي ركن خاص بالملوخيه، وركن خاص برضو بالاطباق والطواجن. فانتوا بقى شوفوا، انا سبت لكم المنيو كامل فانتوا شوفوا اللي فيه. طبعا لما جينا كانوا لسه بيبدأوا في ان هم يرصوا السمك، ولسه شغالين لسه في طلعة اليوم، فبيبدأوا يحطوا السمك الطازة زي ما احنا شايفين كده ويرصوه وينظموه. كمان دخلت المطبخ شفته ما شاء الله لا قوة الا بالله، كان تحفة وكان شيك ونظيف. بإذن الله الأكل يعجبكم والقعدة تعجبكم وكل حاجة تكون تمام وتقضوا وقت رائع. طبعا مش دعاية ولا إعلان لأي حد، ولكن طبعا مكان جميل واتفتح جديد، فعشان الناس تبقى عارفين برضو لما يحبوا ينزلوا اسكندرية يبقوا عارفين الأماكن المتاحة والموجودة اللي يقدروا ينزلوا عليها. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.